اهو انت قاعد في الدنيا لفترة مؤقتة. مفيش اي حد في الدنيا اداك اي ضمانات. ما تمسكش فيها قوي بقى، ما تزعلش على حاجة قوي، وما تفرحش بحاجة قوي، وما تديش الدنيا اكبر من حجمها. الدنيا دي بكل اللي فيها صغيرة قوي، بس انت اللي مكبرها علشان عامل زوم ان. السلام عليكم. هقول لك معلومة اي حد معاه موبايل بكاميرا يعرفها، مش سر يعني. كل ما تزود زوم التفاصيل هتقل، عشان هي دي فكرة الزوم أصلا، إنك تركز على حاجة وتتجاهل حاجات تانية. وفي المقابل كل ما تبص للصورة من بعيد هتلم تفاصيل أكتر. كلام بسيط وسهل ومفيهوش أي تعقيد، صح؟ تخيل إن معاك أهم صورة في حياتك، صورة من حفلة تخرجك أو صورة من فرحك. وعشان المثال يبقى مظبوط أكتر خلينا نقول إن الكلام ده حصل قبل اختراع برامج تعديل الصور. لحظة التقاط الصورة وبالصدفة كده كنت انت مكشر وضارب بوز، بس كل اللي حواليك فرحانين، العروسة بتضحك، المعازيم بيسقفوا، كل الناس سعداء إلا حضرتك مش عارف ليه. ربنا يهديك يا ابني والله. المهم، الصورة دلوقتي معاك، جرب كده تعمل زوم شوية. المعازيم هيختفوا من الصورة ومش هيفضل فيها غيرك انت والعروسة. طب اعمل زوم اكتر، العروسة كمان هتختفي وهتفضل انت لوحدك. طب ادخل بالزوم اكتر واكتر، انت جسمك كله هيختفي ومش هيفضل غير وشك بالتكشيرة اللي عليه. لو قررت بقى ساعتها تثبت الصورة وتعمل لها كروب على الوضع ده، تبقى عملت أكبر غلطة في حق نفسك. لأنك كل ما هتفتح الصورة دي مش هتشوف فيها حاجة حلوة، مش هتشوف فيها حاجة خالص غير تكشيرة حصلت منك بشكل عفوي من غير ما تقصد. انت حتى مش فاكر كنت مكشر ليه. مع الوقت الصورة دي هتثبت في خيالك انت كمان، وهتبقى دي فكرتك الوحيدة عن يوم فرحك. مع ان في الحقيقة الصورة اكبر من كده وفيها تفاصيل اهم واكتر من كده بكتير، بس انت اللي اخترت تعمل زوم ان وتدقق على اصغر واتفه حاجة في الموضوع. الحياة اللي احنا عايشين فيها كده ليها صورة في خيال كل واحد فينا، بس في ناس شايفاها جزء صغير من حياة تانية اكبر، وفي ناس تانية مش شايفة من الصورة غير المدة القصيرة اللي هنعيشها هنا. وطول ما انت شايف الصورة أصغر من حجمها الطبيعي، طول ما انت هتتضايق وهتزعل وهتتعب من حاجات أصغر من حجمها الطبيعي. قرشين خسرتهم ممكن ينكدوا عليك، انترفيو بتاع وظيفة عجباك ما توفقتش فيه ممكن تحس ان نهاية الدنيا، قصة حب فاشلة ممكن تحسسك ان الحياة انتهت. كل ده هيحصل لك مش عشان انت عضمك طاري، لا، عشان انت مصغر دماغك قوي، او بمعنى اصح مصغر الصورة. ما تقدرش تحكم على حياتك حكم مظبوط من غير ما تعرف مدتها الحقيقية، واللي هي أكيد مش 60-70 سنة اللي انت عايشهم هنا في الدنيا. انت عمرك الحقيقي أطول من كده بكتير. حياتك الحقيقية أصلا هي اللي هتبتدي بعد الموت، ودي بقى اللي لازم تفكر فيها بجدية، مش الكام سنة اللي هنقعدهم هنا. ربنا يديكم ويدينا يا رب طولة العمر والصحة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يوم واحد في الآخرة ب50,000 سنة. تخيل كده حضرتك السنة الواحدة في الآخرة بكم؟ تيجي نحسبها؟ يعني 18 مليون و200 سنة وشوية. يعني انت في العالم الحقيقي، عالم البقاء، العالم اللي هتكمل فيه حياتك ومش هتخرج منه تاني، لما تكون لسه بيبي عمرك سنة، ده معناه بحسبة الأرض إن عمرك فوق 18 مليون سنة و200 سنة وشوية. الحسبة تخض، صح؟ أنا هبسطها لك. تخيل إنك ملياردير، عندك مليارات، ربنا يرزقكم ويرزقنا الخير كله، وقعت من جيبك ورقة ب100 جنيه، هتشهر إفلاسك؟ هتجيلك ذبحة صدرية من الحزن؟ ولا هتحس بيها أصلا؟ أهو ده الفرق بين حياتك القصيرة اللي انت عايشها وقاتل نفسك علشانها، وبين الحياة الطويلة اللي مستنياك. لو بصيت للصورة الكبيرة وعملت زوم اوت، هتشوف تفاصيل كتيرة قوي أكتر من الحاجات البسيطة اللي ما كنتش شايف غيرها. ضيق في الرزق، شوية تعب في الصحة، شوية مشاكل أسرية على اجتماعية، كل الحاجات دي زي التكشيرة بتاعتك اللي حصلت في ثانية واحدة ويمكن تكون ابتسمت بعدها على طول. ده الحجم الحقيقي لمشاكل حياتك. مشكلتك إنك ثبتت الصورة وقعدت تعمل زوم إن
لحد ما بقيت مش شايف حاجة غير المشاكل دي وبس. تخيل انك بتبني بيت كبير هتعيش فيه على طول، وفي واحد صاحبك بيشتغل مدير فندق قالك انا هستضيفك عندي في الفندق كام يوم لحد ما بيتك يجهز، وعندي غرفة فاضية لسه ما اتحجزتش، بس خلي بالك انا مش عارف اقدر اسيب لك الغرفة دي لحد امتى، ممكن اي عميل يجي يحجزها في اي وقت واضطر اخرجك منها. يعني ممكن تقعد في الغرفة دي يوم، ممكن تقعد سنة، ممكن تقعد ساعتين، واقول لك شرفت وانست. هل منطقي انك تشوف مستقبلك في الغرفة دي، تقعد بقى توظف فيها وتزين فيها وتسيب بيتك الحقيقي؟ هل منطقي تعمل خناقات ومشاكل علشان الغرفة دي؟ اكيد انت اعلى من كده. اهو انت قاعد في الدنيا لفترة مؤقتة، مفيش اي حد في الدنيا اداك اي ضمانات. ما تمسكش فيها قوي بقى، ما تزعلش على حاجة قوي، وما تفرحش بحاجة قوي، وما تديش الدنيا اكبر من حجمها. الدنيا دي بكل اللي فيها صغيرة قوي، بس انت اللي مكبرها علشان عامل زوم ان. جرب مرة كده تعمل زوم اوت وانت تشوف ساعتها حجمها الطبيعي، وتشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. وكل سنة وانتم طيبين.